انا على ايميرالد اللي هو 2000 وشويه اعتقد. طيب بس انا عايز اقفل الخط، فازاي اقدر اقفل الخط؟ طيب هسأل حضرتك لحظة. هي في أي مشكلة بالنسبة للنظام يعني عند حضرتك؟ لا عشان بسبب الاعلان اللي انتوا عملتوه بتاع الزمالك والاهلي، فانا مش مبسوط بيه، يعني انتوا مش بتحترموا كل العملاء، فانا عايز اقفل الخط. طيب لحظة معايا. بصي يا فندم، هو أنا ظاهر دلوقتي قدامي إن هم مسحوا أوريدي كمان دلوقتي الإعلان، يعني هو فعلا نزل بس هم يعني مسحوه دلوقتي، وإن شاء الله كمان ينزلوا زي إحضار رسمي إن شاء الله أول بس لما يعني يعرفوا إن كل المنصات مسحت الإعلان. لا انا مش فارق لي خالص. سوري؟ انتوا مش فارق لي خالص، يعني الموضوع مش يعني وحش جدا، يعني انا بالنسبه لي مش موافق على كده. احنا مش مجانين، يعني انت بقى حطينا في الاعلان ان احنا مجانين، فخلي بقى العاقلين ينفعوكم يعني، فهتعرفوا حجم الخسائر. عشان أنا بعتذر والله لحضرتك جدا يعني، بس طيب لحظة معايا. طيب بس يا فندم، وانا برضه ممكن من خلالي لو حضرتك تحب ان انا ممكن انزل لحضرتك زي تعويض كده على الخط، يعني كاعتذار لحضرتك من الشركه. يا فندم والله لا، الموضوع ملوش علاقة بالفلوس، يعني احنا مش يعني فاهمه والله دي احنا حاجه غير الموضوع اكبر من كده. لا احنا مش هتشترونا بالفلوس، يعني مش كل حاجة بالفلوس بتقدري تشتريها، فاهمة؟ مش قصدي، في هو حاجات بس زي اعتذار، مش في اكتر، حاجات مش فيها قصدي حاجه. في حاجات فيها كرامة، وفيها حاجات فيها احترام الناس، وانتوا طلعتونا في الاعلام مجانين، كامبين دافعين فيها ملايين. انا بشتغل في التسويق، فانا عارف حجم الصرف اللي اتعمل، وهي موضوع، لا هو الموضوع مش صدفه مثلا زي غلطه، لا هو موضوع مقصود. فده بالنسبه لي حاجه غير مقبوله بالمره، وانا لو بصرف 3 4000 جنيه في الشهر على فواتير بقى. طلب غريب من دونالد ترامب في أبو ظبي